وراها طبعا يروح يركض، إلى أنه هذا التعب كله هو ما يعرف أنه من بعدها هذه الخطوات راح توصله يوم من الأيام لمنصات عالمية راح يرفع بها علم العراق. لكن القصة الحقيقية هي ما كانت بالميداليات، الموضوع أنه الرياضة قدرت تصنع إنسان يعرف معنى الصبر والانضباط والإصرار، واليوم يريد هو بإصراره ينقل هذه التجربة لجيل كامل حتى تكون الرياضة هي أسلوب حياة وليست بطولة تنتهي وخلاص. بالتالي راح نتعرف وراح نفتح ملف مهم جدا يمس كل بيت عراقي، يخص صحة أطفالنا ونشاط شبابنا ومستقبل مجتمع لازم يكتشف قيمة الحركة. بهذا السياق راح ينضم ويانا مباشرة من محافظة الديوانية البطل الرياضي الكابتن سلام عمار الحجامي. يسعد صباحك أستاذ سلام، نورتنا. صباح الورد كابتن. صباح الخير ست، الله يحفظكم، صباح الخير عليكم وعلى البرنامج يوم جديد. الله يخليك ويسلمك. بداية كابتن، حدثنا عن ذكرياتك الأولى وشلون اختاريت طريق الرياضات الفردية رغم أنه هي جدا صعبة. بالمناسبة بالبداية احنا كنا كسباحين، انا ولدت بعائلة رياضية لأن والدي هو سباح سابق وبطل سابق، فكنا نتدرب بالأنهار ونتدرب على مسافات طويلة من التدريب السباحة. بعدين شاركنا بعدة بطولات اللي هي بالمحافظة، وكنا احنا مسيطرين على محافظة الديوانية والنجف بالسباحة الطويلة، المسافات الطويلة بالأنهار. بعدها بعد 2003 فتحوا اتحادات بالنجف في الدراجات الهوائية، كذلك احنا كنا نبدأ من الرياضيين بالمنطقة، فشاركنا بهذه البطولة مالت الدراجات، كذلك احرزنا المركز الأول. يعني كنا متنوعين بالرياضة، ما يوقف طموحنا على لعبة واحدة. بعدها انه فتحوا سباقات للساحة وميدان، فسابقنا المسافات طويلة، خضنا عدة سباقات في الساحة وميدان. بعدين قلنا خلينا نتخصص بلعبة، فبوقتها تخصصت بلعبة الدراجات الهوائية، وشفت نفسي انه اني بهذا المجال بذاك الوقت، فلعبت عدة أندية، المشخاب والنجف ونادي الصناعة اللي كنت بطل الدوري العراقي ل7 سنوات متتالية مع نادي الصناعة للدراجات الهوائية. كذلك شاركت في عدة بطولات عربية ودولية في لعبة الدراجات الهوائية، ومثلت أندية الشمال أربيل وكوسنجر. بعدها فتح عندنا بعد 2005 اتحاد يسمونه اتحاد الترايثلون، هو السباحة والدراجات الهوائية والجري. فكنا احنا قلنا انه نلعب احنا سباحة كذلك دراجات هوائية وساحة وميدان، خليه يشارك بهذه الفعاليات. فاحنا قمنا بوقتها شكلنا اتحاد يعني بذاك الوقت في المحافظة، وشاركنا كنا ابطال بالمحافظة. بعدها شاركنا ببطولة العراق واحرزنا عدة مراكز للعراق، فاصبحنا من وقتها انه لاعبين منتخب وطني ومثلنا العراق بكثير بطولات دولية وعالمية بهذا المجال. نعم. طيب كابتن، شنو أصعب مرحلة مرت عليك يعني قبل وصولك للمنتخب الوطني، بحيث أنه أنت قلت بينك وبين نفسك خلاص هنا أنا راح أترك الرياضة؟ والله ست شوفوا احنا كل الرياضات الالعاب الفرديه هي بالدرجه الاولى الماده، لما تشوف معكو دعم مثلا من انديه، من محافظه، من دوله، انت كرياضي تعرفين انه مجالنا الدراجه الهوائيه بتعبر اكثر من $4000 $5000. صح. يعني الحذاء مالتنا، النظاره كلها بالدولار، اسعار جدا عاليه، يعني التجهيز الواحد للاعب يكلف اكثر من $10000. إضافة لهذا تماريننا كلش مطولة، يعني باليوم ما يقارب 6 ساعات إلى 7 ساعات من التدريب، يحتاج لك تغذية، يحتاج يعني هواية أمور تخص رياضتنا. فالعائق الأخير اللي هو كان مسيطر علينا هو المادة، إنه مو ممكن أنت تصنع البطل وتريد تصير بطل قومي وتمثل بلدك وإنه تشتغل على حسابك الشخصي، إنه تروح تعمل بمجالك الخاص العضو مالتك وتجيب فلوس بدل ما تذبح على عائلتك، انه تذبح على رياضتك حتى شنو تمثل العراق وترفع علم العراق بالمحافل الدوليه. بس انا شنو اختاريت بذاك الوقت؟ كنت اشتغل واصرف على نفسي هاي الماده حتى اروح امثل العراق، والحمد لله والشكر ما كان عندي عائق بهذا المجال، كنت اصرف على نفسي. ولو كان اكو عائق بهذا المجال كنت توقفت، لكن طموحي كان كبير، طموح انه كان امثل العراق
والحمد لله وشكر مثلت العراق خير تمثيل، ورفعت علم العراق في اكثر من محفل دولي، وجبنا نتائج تليق باسم العراق ويستاهل وطننا. الحمد لله والشكر. طيب كابتن، ايش قد يحتاج الانسان يوميا من الحركه حتى انه هو يحافظ على صحته، خاصه طبعا وهوايه اكو ناس ممكن ما يخلون اي وقت يمارسون به اي نوع من انواع الرياضه؟ طبعا شوفوا، من المستحيل ايا كان من عندنا باي مجال عاملين انه يقول انا ما عندي مجال خلال 24 ساعه نص ساعه كلش تكفي. يعني نص ساعه رياضه اذا ما تقدر تسويها بالجيم تقدر تسويها بالبيت، تقدر تسوي حتى بمكان عملك. يعني ماكو واحد ما يقدر يوفر له باليوم نص ساعه، مستحيل. يعني هاي الرياضه مجرد نص ساعه انت تنشط الدوره الدمويه، تنشط العضل مالتك، تنمي فكرك وهوايه امور. هاي طرد الحاله السلبيه اللي تسيطر علينا، اللي احنا دائما بنقعد من النوم قوه نشيل نفسنا، قوه نقدر نتحرك نروح على دوامنا، تباوع على المؤقت مالتنا. ها باقي 5 دقائق خلي ابقى. ليش؟ هذا كله سببه انه ماكو رياضه. لو كانت اكو رياضه اللي هي طردت هذه الحاله السلبيه والاحماض اللي مسيطره على العضل مالتنا، وتشوفنا نشيطين نقعد من الصبح. مجرد نص ساعه باليوم تكفينا النهار كله نكون نشيط بهذا، وجسمنا كلش يكون نشيط بهذا الموضوع. نعم. طيب كابتن، إذا شخص عمره 40 سنة ومارس الرياضة بحياته، شنو ممكن أول خطوة تنصحه إمتى بيها؟ والله أنا نصيحتي اللي عمره كبير، أول شيء خلي نفحص البدن مالتنا، نروح نسوي تحليلات عامة للجسم. نعم. شوف شنو نواقصنا مثلا من فيتامينات، من شنو ينقصنا من تغذية. ممكن يكون عندنا أمراض، يعني احنا نسميها الأمراض الساكنة اللي ما نكتشفها، ممكن بالتدريب راح تطلع علينا. أول ما نشيك نروح على الطبيب، نسوي مثلا فحوصات، نجهز كل فحوصاتنا، نجي للكباتن. وأنا نصيحتي أول خطوة أنت كرياضه تريد تستخدمها اللي عمره الكبير، خليه يجي للمسبح. ليش؟ لان راح هنا يتجنبه من الاصابات، لان هنا يشتغل فقط العضل اللي ماكو ضغط على عصب، على فقره، على وتر، على مفاصل. هنا راح تسوي تنشط عضل وتبدي. اذا مدرب يكون ناجح راح يبدي وياك من خطوه جدا بسيطه ومحببه للموضوع، تشوف نفسك راح تحب الموضوع يوم عن يوم. بس مجرد انت تتحرك هذا الجسم من راح يتطور، راح تنشط عندك الجسم، وراح تطلع عندك الحاله السلبيه والاكتئاب اللي بداخل. كل احنا ترى عندنا اكتئاب، كل احنا عندنا مشاكل بالعمل بالبيت كله. بس هذا هنا اثناء الحركه راح تنسى العالم الخارجي، راح تفكر انت شلون تطور نفسك، راح انت تفكر شلون راح تكون مثلا انسان ناجح، راح تفكر انه شلون اليوم تقضي يومك بنشاط كلش ممتاز. فاني نصيحتي انه اول رياضه العمر 40 يشيك الصحه، وكذلك يتجه على المسبح ويشوف مدرب ناجح، وهو راح يحبب الموضوع ويشوفه راح يبني انسان جديد وينولد من جديد. طيب كابتن، حابين ايضا نعرف شنو اكثر الاخطاء شيوعا اللي تشوف الناس تسويها بالنادي او ممكن اثناء التمارين الرياضيه؟ شوف الست، طبعا انا لاحظت بالاونه الاخيره انه مو اصحاب الاختصاص اللي يشتغلون خصوصا بالجيم والقاعات الرياضيه. شوف هسه تقول شنو السبب؟ السبب انه مجرد هو يعرف يدرب، التدريب يعني بحر الصراحه، التدريب بحر. يشوف نفسه يعرف يدرب، بده ينطي تمارين للناس، وهذه دا السبب. شنو دا السبب عندنا؟ دا السبب عندنا اصابات رياضيه، انزلاق غضروفي. انا عملي بالمسبح يوميا من حاله الى حالتين شباب عمر الولد يجون انزلاق، يعني عمر 30 سنه 25 سنه 17 سنه يجيك انزلاق، يعني والله حرام. تساله شنو السبب؟ والله اشتغلت فلان تمرين فلان تمرين. هذا التمرين ده يضغط على فقراتهم، ده يسببهم انزلاقات بسبب انه الاخطاء والتمارين اللي ده يمارسوها من بعض المدربين. يجوز ده يزعلون علينا ممكن بعض الناس، بس هذا واقعا. خلي يكون الاصحاب الاختصاص هم اللي ينطون تمارين صحيحه حتى يجنبون الناس من الاصابات واللي تصير هسه شائعه. لو سوى هسه فد استطلاع للرأي راح تشوف 30 الى 40% اصابات العمود الفقري من القاعات الرياضيه ومن التمارين الغلط، وخصوصا التمارين الجيم اللي للنساء اللي للاسف ما عندنا شيء بهذا الموضوع، انه فد رقابه او فد منظمه تشرف على المدربات وتنطيهم التمارين والكورسات او دورات خارجيه حتى توصل لهم الفكره انه التدريب يكون بهذه الطريقه صح وبهذه الطريقه خاطئه. وهنا راح تبنين انت كمدربه لما تشتغلين بالقاعه وتشوفين هذا التمرين مو صحيح وراح تصححه، راح تبنين انسان جديد وانسان انه رياضي، وهو راح تحافظين على سلامته وصحته وهم كسمعه لك كمدربه او مدرب.
طيب على ذكر الطاقة السلبية اللي ذكرتها حضرتك قبل شوية، اليوم الرياضة ايش قد تأثر على النفسية، القلق، الضغوط اليومية اللي نمر بيها؟ طبعا مجرد ما انت تدخل بالرياضه بالتمرين، يعني بالبدايه التمارين احنا نسميها التمارين السويديه والاحماء، انت مجرد ما تتعرق هو هنا راح تبدي تطلع الطاقه السلبيه من الجسم، وتشوف نفسك تبدا تتنشط، وحتى تفكيرك راح يفكر بالشيء الايجابي، بالشيء السلبي بعد ما تفكر به، راح تفكر شلون اليوم شنو تفكر كله بيوم، نفكر شيء جديد، راح ناكل شيء جديد، راح نطلع على طلعه جديده، راح اروح اخذ العائله، راح يعني اكو افكار سلبيه مسيطره على فكرنا. هنا بمجرد والله يعني انا عن تجربه جاي احكي، مجرد ما تبدي بالتمرين انت راح يجيك حتى افكارك تصير حلوه، تشوف نفسك انت جاي سويت شيء جديد اليوم بحياتك او بيومك، من تجي للعائله شوف بدل ما تطب للعائله منكد من التعب وهالكان، تجي للعائله شوف نفسك مرتاح، وحتى البيت راح يكون متونس وياك. بالضبط صحيح. طيب كابتن، حدثنا عن الترايثلون واللي تعتبر طبعا من اصعب الرياضات بالعالم، يعني شنو اللي يخليها هي تكون مختلفة عن باقي الالعاب؟ طبعا الترايثلون اكثر الناس يعني ما تعرف شنو الترايثلون، الترايثلون هي لعبه الثلاثي، تسمى لعبه الثلاثي من السباحه والدراجات الهوائيه والجري. طبعا هذه الرياضه رياضه جدا عنيفه وقويه ويحتاج لها تمارين جدا عاليه. راح احنا احكي لكم عن السباق الاول، السباق الاول يمتد لمسافات كلش طويله، مثلا سباق الايرون مان الثلاثي، الايرون مان يبدا 3800 متر سباحه، بعدها تتابع تجي 180 كيلو متر دراجات هوائيه، بعد الدراجات هوائيه يكون 42 كيلو جري، يعني تتخيلون هذا على مدار النهار سباق على مسافه نهار كامل، يعني هذا مجرد انت ما تدخل بالماء يبدا النبض يشتغل فوق ال 140 150، يعني تتخيل هذا الانسان ايش قد قوي اللي يشتغل بنبض يتراوح بين ال 140 150 170، ممكن يوصل بعض المرات حتى 200 يوصل بالدقيقه، يعني هذا ايش قد يحتاج لياقه. هذا الرياضه الوحيده يسموها رياضه الرجل الحديد، الرجل القوي، الانسان القوي، يعني الانسان القوي اللي يقدر يلعب هذه الرياضه راح يشوف نفسه غير من غير عالم، يحس نفسه انه مو من هذا الكوكب اللي يسابق، مجرد ما تكمل هذا السباق تحس نفسك مو من هذا الكوكب، ليش؟ تشوف نفسك مختلف عن الاخرين كلش، لان مو من المعقول تكمل هاي المسافات. وبالمناسبه السباحه مالتها مو مثل ما تشاهدون خلفي من مسبح، لا، السباحه مالتها تكون بالبحار والامواج اللي عاليه، وممكن تلاقي حتى خطوره انه الاسماك مرات تكون اسماك جارحه. بعده بطولات انا شاركت في مصر كانت سبت يعني حتى تاذيت بوقتها، يعني هوايه شغلات راح تشوف مخيفه بالبحر، يعني تتخيل. وكذلك عندنا السباقات اللي احنا المعتاده عندنا بالبطولات العربيه، احنا نسميها سباقات الاولمبيك اللي هي 1500 متر سباحه و40 كيلو متر دراجات هوائيه و10 كيلو متر جري. طبعا بالمناسبه عندنا منتخب وطني عراقي كلش مبدع، وحاليا هم من ابطال العرب، وكذلك مصنفين دوليين باغلب البطولات الدوليه. هذا الاتحاد من الاوائل الاتحادات العربيه اللي انشا بالعراق، لان هي اللعبه اصلا كلش جديده، بدات بعد الالفينات وانتشرت وصارت لعبه اولمبيه بالعالم. هذه اللعبه كلش حلوه، وبالمناسبه الاتحاد الدولي يسمح لكل الاعمار تمارس هاي الرياضه. اذا تشاهدون تدخلون على المواقع بس اكتب اتحاد الترايثلون الدولي راح تشوف سباقات العمر 90 سنه، يعني ما تتوقع عمر 90 سنه يسابق هذه الرياضه، يسابق عمر 80 سنه 70 سنه من النساء والرجال يسابق بهذه الرياضه. ليش؟ هذه الرياضه تنطي قلب كلش عالي الجوده وقوه، راح ينبض وينشط الجسم على مدار يوم كامل بمجرد ما يتدرب هذا التدريب. وتشوفون اعمار هذه الرياضه كلهم اعمارهم متاخره، يعني انا بعمر تقريبا 37 صنفت التاسع على العالم، واللاعبين اللي كانوا وياه اعمار 40 و41. هاي تنطي دليل انه هذه الرياضه تنطي عمر كبير، تنطي قوه، تنطي نفوذ بكل مختلفه عن كل الرياضات اللي موجوده بالالعاب الاخرى. نعم كابتن، بالنسبه لك اي مرحله اصعب بهذه الرياضه، السباحه لو الدراجه الهوائيه لو الركض؟ طبعا ست بالمناسبه بمجرد انت ما تدخل هذا السباق هو راح يكون كله صعب، ليش؟ لان انت راح تفكر انه تقسم هذا جهدك العضلي على مدار 3 لعبات متساويه،
لازم انت تثبت النبض على مدار 3 لعبات. شلون تثبت النبض؟ على سبيل المثال انا عندي 1.5 كيلو مسافه بحر سباحه، اصعب مرحله هي السباحه، خلينا نكون واقعيين. نعم. بس انت مو معقوله انه تنطي جهد 100% بالسباحه وتترك عندك دراجات هوائيه وبعدها جري. فالمرحله اللي اصعب هي السباحه، ومن بعدها تجيك الدراجه الهوائيه، خاصه اذا كانت مناطق تسلق او رياح عاليه او في امطار او كذلك شمس، يعني تكون جدا صعبه. واحنا دائما نقول الموت برياضتنا هي ال10 كيلو الاخيره بعد الدراجات الهوائيه. هنا يكون اللاعب مستنزف تقريبا 60 الى 70% من طاقته، يبقى طاقه كلش قليله يوزع بها بس يكون يريد يوصل، والذكي بذاك الوقت يعرف شلون يقسم. انا كنت مو اكثر من اللاعبين بطوله، لكن كنت افتهم واعرف شلون اقسم جهدي على مدار السباق المسافه كلها. وتشوفيني باغلب البطولات 2017 انا بطل عرب عندي ميداليه ذهبيه، كذلك بال16 عندي ميداليه ذهبيه، بال 2022 عندي رقم عربي وبطل عرب وعندي ميداليتين ذهبيه، كذلك في بطوله العالم في الشارقه احرزت المركز التاسع على العالم. هذا ما اجى عن فراغ، اجى عن تدريب واجى عن جهد لمده سنوات. اكيد طبعا. واحنا هسه حابين نعرف شنو كانت شعورك او مشاعرك لما انت دخلت بقائمه افضل 10 لاعبين بالعالم، شلون كان احساسك؟ سولف لنا. والله ستي هو الاحساس كلش حلو وما يتوصف بكلام شيء، يعني اللي اريد اقوله بس اوصله بذيك اللحظه. كل انسان انه باني حلم على مدار 16 الى 17 سنه انه يوصل للعالميه. والله العظيم انا ما فكرت بنفسي مثل ما فكرت العراق انه صار عندنا ممثل عربي في البطولات الدوليه وحملت رايه العراق، وبوقتها كنت دموع تنزل لما طبيت تاسع على العالم، لان حلم العراق انه يدخل بالبطولات الدوليه من صنف، يعني التاسع كان المركز العاشر، المركز 11 والمركز 12 هم مصنفين امريكان من افضل لاعبين العالم، احنا كنا متقدمين عليهم مراكز. وبهذه البطوله اللي ترشحنا على بطوله اسبانيا للاسف كانت ظروف وما شاركنا بها، لكن حلمي وحلم كل بطل يحب العراق ومحب للعراق انه بذاك الوقت تخيل الفرحه انه شاركنا وحملنا رايه الله اكبر بذاك المحفل، وسجل التاريخ بعد على مدى سنين انه العراق كان له بطل بهذا الوقت وحمل رايه العراق ومثل العراق. بس للاسف عتبنا على حكومتنا انه بهذا الانجاز اللي نجيبه للعراق على اقل تقدير بالمطار فدي خلي تلقاك بوكيه ورد ويقول لك عاشتي لك رفعت اسم العراق، مو ترجع من هناك ما حد يقول لك الله بالخير للاسف يعني. ومو بس اني كل اللاعبين الابطال من اللعبات الفرديه محرومين، وخلي الحكومه تباوع علينا. احنا عندنا انجازات تضاهي كره القدم باضعاف. كرة القدم عندها ميداليه باسيا واحنا عندنا ابطال عالم، كرة القدم عندها ميداليه بخليجي واحنا عندنا بطولات عربيه. خلي حكومتنا تنتبه علينا وتقول دول الابطال هم اللي يرفعون رايه الله اكبر بالمحافل الدوليه، والرياضه ترجع وبالاخير هو سفير لبلده. والله يا كابتن احنا اليوم يعني كعراقيين جدا نفتخر بيك وفخورين انه احنا عندنا مثلك، يعني شخص او كابتن انه هو يرفع علم العراق. بالضبط المفروض الحكومه هي تكون محتضنه لكم انتم الطاقات الفرديه الشبابيه اللي دائما تجيبوا لنا هذه الميداليات الحلوه، فبالتالي يعني نتمنى ونامل انه تكون اكو فد التفاته لكم حلوه. طيب تعتقد الاجهزه الالكترونيه اثرت على لياقه الاطفال وعرقلت نموهم؟ والله ست الصراحه الاجهزه الالكترونيه مو بس عرقلت فكرهم، دمرت فكرهم. انا اشتغل بهذا المجال تعليم السباحه للاولاد في مراكزي الخاصه، والله العظيم دا اشوف حالات يعني يرثى لها الاطفال، يعني حتى من تشرح له محاضره عن التدريب باله مو يمك فكره، يمتى يفكر يرجع للبيت حتى يباوع على الموبايل على الايباد حتى يرجع شلون يلعب هاي الالعاب الالكترونيه الصراحه اللي سيئه. والمفروض اباء والاهالي ينتبهون لهذه الحاله. يعني اطفال، يعني الدورات اللي عندي دائما انا انشر على مواقع اقول ان 40 60 50% حالات توحد مصايبه للاطفال، والاهالي ما ينتبهون لهذا الشيء، عبالهم طفل طبيعي، بس هذا صدقوا مو طفل طبيعي، هذا الطفل بمجرد ما يتقدم به العمر شوي شوي للهاويه. ليش؟ لان احنا هذه الاجهزه الالكترونيه اللي هي اذت اطفالنا، وبالمناسبه بعدتهم
على الدراسه. بدل احنا قبل كنا ما كان تليفونات مثل هسه، ممكن اذا تظل تلزم كتاب تقرا تحصل لك معلومه معلومتين، لكن هسه تكمش تليفون تلعب العاب الكترونيه، وهي هاي اللي اذت اطفالنا للاسف. فعلا للاسف يعني كابتن نورتنا، انت مفخره لكل العراقيين وللعراق، ونتمنى لك المزيد من التالق والازدهار، وان شاء الله يا رب دائما تكون بالصداره. شكرا جزيلا لك. الله يحفظكم، شكرا جزيلا لكم، شكرا لبرنامجكم الكريم. إذا مشاهدينا ومتابعينا لهنا انتهى وقت البرنامج، تقبلوا تحياتي وإن شاء الله استمتعتوا بالحلقة. كنت وياكم بتقديم أنا إيمان حسين، نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى على حب الله والوطن. إلى اللقاء.